انا كنت بتكلم بقى على البازل ليه بقى. في حاجات حلوه. بصوا، انا لحد دلوقتي انا بحب التركيب والفك والتركيب. فانا كنت جايبه زي رفوف كده. بصوا، انا ما عجبتنيش الرفوف، مش مشكله، مش هي دي اللي شدتني. انا شدني ان انا اجيب الرفوف عشان انا اللي اركبها، عشان انا اللي اركبها واستمتع ان انا اقعد افكر ازاي اركب الرفوف. وده لوحده متعة. متعة مش وحشة، مش في حاجة وحشة. فهنا انت لازم تفكر ان انت لما تستمتع بحاجة انت بتعملها تكون بتفيدك، وبتفيدك دلوقتي وبعدين. فانا لما كنت بلعب البازل انا كنت ببقى مبسوطة بيها، وهي فعلا فادتني بالتركيز بتاعي وان انا الايماجينيشن بتاعتي، الحمد لله والحمد لله، وهذه نعمة من عند ربي، زادت. فده بيخليك تنمي حاجة. لكن وات ايفر كانت اللعبة اللي على الجيمز، هل بتنمي فيكي اي حاجة كويسة؟ هل بتنمي فيك حاجة كويسة انت شايفها؟ نفسي حد بس يقول. كل ما اسأل حد ما بيقوليش على حاجة كويسة، هو بيقول لي بنتسلى، بنبقى مبسوطين. لا، غير المبسوطين، قولي على حاجة كويسة وانا على عيني وعلى راسي. اهلا يا استاذ يوسف. بصي، انا حبيبتي خانتني مع صاحب عمري علشان فلوسه. يعني هو انت لسه بتقول عليها حبيبتي وعشان فلوسه؟ يبقى الحمد لله ربنا بيحبك على فكرة. يبقى انت انسان كويس وربنا بيحبك. خد بالك دايما لما تلاقي الحاجة الوحشة بتحصل لك، اعرف ان ربنا بيحبك. بعد عنك شخص، يمكن لو كنت كملت معاها واتجوزتها كانت خانتك وانت متجوز عشان خاطر برضو الفلوس. فهل ده دلوقتي احسن ولا بعد كده؟ فلازم دايما نفكر ان الحاجة الوحشة اللي بتحصل لي اكيد خير. ربنا خلقنا علشان يعمل لنا الخير. حط ده في دماغك، اي حاجة اتعملت لك وحشة فده خير. فاكيد ربنا بين لك دلوقتي البنت دي ان هي خانتك او راحت لحد من اصحابك عشان ينقذك قبل ما تقع وتكمل الموضوع. فالحمد لله. في ناس احنا بنحبها، في ناس احنا بنحبها في حياتنا، وبنحبها جامد قوي قوي. ولما بتجرحنا او لما بتخوننا او لما بنكتشف حاجة وحشة بنزعل جدا جدا. مع ان لازم نفكر ان ربنا رايد لنا الخير، ان الشخص ده بان على حقيقته دلوقتي وان انت بعدت عنه. فلازم تحمد ربنا على اللي انت فيه دلوقتي. انا موجوع وكل حاجة، بس صدقني الوجع ده هيقويك وهيخليك تاخد بالك من بعد كده. زي ما احنا قلنا في الاول، لما الكيرف بتاع حياتك انك لازم تطلع وتنزل تطلع وتنزل. يعني انت عشت حياة حلوة جدا معاها وتخيلت احلام وكل حاجة وطلعت لحد التوب، فجأة هي وقعتك لحد الارض وخانتك مع واحد صاحبك كمان، يعني مش مع اي حد. وعشان ايه؟ عشان الفلوس. يعني انت قلت كل العيوب فانت وقعت تحت. هل انا هفضل واقع علشان معلش شخص زي ده معرفش اقوم تاني؟ هو مين الوحش في الحكاية؟ مين الوحش في الحكاية؟ هل انت؟ هل انت طلعت ندل؟ هل انت طلعت وحش؟ لا، ده ربنا بعدك عنها علشان تكمل حياتك، عشان تقابل إنسانة كويسة تليق بيك وبأخلاقك. صح؟ فبص دايما من الجهة دي، من المنظور ده. تحسين، أهلا وسهلا يا تحسين. مش عارفة يا جماعة، أنا معرفش موضوع الكو هوست والجيست ده. أنا يعني أنا مش قوية قوي في التيك توك، فأنا معرفش كو هوست ومين دول. يعني مين دول؟ انا نفسي والله اخد كورس بقى انا في التيك توك، يعني يعلمني، حد يعلمني ايه التيك توك. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا ما كانتش بتخليني ادخل التيك توك بصراحة،
اني ما كنتش ببقى فاضية، وما كانش عندي القابلية ان انا اقعد اتكلم مع الناس. بس انا حسيت ان انا جوايا علم ومعرفة، وفي ناس كتير قوي بتبقى قاعدة على التيك توك من الفراغ. فحبيت اقول لكم يا جماعة، بجد بجد ما تبقوش قاعدين بس على الالكترونيكس خالص. اخرج وتقابل مع الناس وما تخافش، وادخل في مواقف، وزق نفسك انك تدخل في مواقف. هتقع منها بس هتتعلم. ثانك يو على الناس اللي بعتت لي هدايا وفلاورز. ثانك يو جدا. أم، معرفش اعيش من غير الكترونيكس وسوشيال ميديا. محمد ابراهيم محمد، ما تعرفش تعيش ليه؟ هو ده النفس اللي انت بتتنفسه؟ هل ده الاكل اللي انت بتاكله؟ ليه ليه ما تقدرش تعيش من غير الكترونيكس؟ بيديك ايه الالكترونيكس؟ انت عايش اوريدي، انت عايش بتتنفس، بتحمد ربنا ان في عندك مناخير الحمد لله بتتنفس منها، وبق بتاكل بيه. احنا بنعيش بدول، وطبعا بالروح اللي ربنا حطها لك، مش بالالكترونيكس خالص. طيب هو انا مش عايزه اقول هي من صنع مين، ولكن آه يمكن الواحد بيهرب من الناس بالسوشيال ميديا والريلز، وده مش صح. عشان ربنا خلقنا اصلا ليه؟ لنتعارف. ربنا خلقك ليه؟ نكمل بعض، لازم نكمل بعض. وفي حاجة انا مش فاكرة طبعا الحديث بتاعها، بس قالك لو الواحد فضل عايش لوحده، في ثواب انت بتاخده على الاكتئاب اللي انت بتخرج منه، وان انت تحاول تضغط على نفسك من كتر الصدمات وتحاول تتعامل تاني مع الناس. يعني انا ده التفسير، بس انا مش فاكرة الحاجة الاساسية. بس ده بيشجعك ان هو انت ما ينفعش ان انت تتصدم بحد فتقفل نفسك عن الناس. انت بتاخد ثواب مضاعف لو انت خرجت نفسك ورجعت تاني تتعامل مع الناس، وتقع تاني وتتصدم من الناس وتتعامل تاني. عشان ربنا خلقنا ان احنا نتعايش ونتعارف، ان احنا لازم نتعايش مع بعض. لازم تعرف ان انت تتعايش مع الشخص الكويس والوحش، الكبير والصغير، الطفل والشيخ والشاب، الولد والبنت، الراجل والست. انا لازم تاخد اكسبيرينس انك تتعامل مع الناس. كل ما تقفل على نفسك وتقول لا، ما انا كده مريح دماغي، وانا مش عايز خناقات ومش عايز اي حاجة، فانت عايز تفضل فين؟ في الخط المستقيم بتاع القلب. فده ميت، ده ميت. خد في بالك انك طول ما انت عايش ستيبل يبقى انت ميت. انت لازم تطلع وتنزل، زي مؤشر القلب، تطلع وتنزل. طول ما انت عايش في حتة ستيبل، لا، انها مؤامرة. مين اللي ايه المؤامرة؟ ايه المؤامرة؟ على موضوع الالكترونيكس ولا على حاجة تانية؟ طبعا الالكترونيكس دي زي ما احنا قلنا، احنا بره الناس ما بيتكلموش بعض. في حتة انا سافرتها يا جماعة، انا ما سمعتش ناس بتتكلم مع بعض، كلهم ماسكين الموبايلات. انا ترمي الابرة ترن، ترمي الابرة ترن. مش عايزة بس اقول اسم البلد، بس بجد انا مش كنت ماشيه في الشارع انا الوحيده اللي ببص حواليا، الناس كلها ماسكه الموبايل او التابلت وماشيين كده من الصبح رايحين شغلهم راكبين الاتوبيس. مفيش صوت، محدش بيتكلم، محدش بيتكلم، ماسكين الموبايلات لحد بالليل. ما أنا كنت انا الوحيده اللي بكلم نفسي مثلا. يعني أنا نفسي اسمع صوت اي حد، نفسي اتكلم مع حد. مفيش كلام. بلد صامتة صامتة ما فيهاش كلام. ومن يعني أحسن البلاد اللي فيها تكنولوجيا، اللي وصل فيها المطار نفسه ما فيهوش بني آدمين بتشتغل، كله تكنولوجيا. اللي هو أنا داخلة، أنا نفسي أكلم حد يا جماعة، أنا عايزة حد يقول لي
عايزه حد يكلمني حتى بالانجلش، باي حاجه، باي لغه، بالاشاره. ما لقيتش بني ادم في المطار. كل حياتك تمشي في المطار كده تعملها بالالكترونيكس. مفيش ولا بني ادم. فهل احنا عايزين نوصل للدرجه دي؟ لو انت عايز توصل للدرجه دي اوصل. عيش حياتك مع السوشيال ميديا والالكترونيكس خلاص. وما تقولش عشان خاطر الناس بتضايقني، او الناس بتعمل مؤامرات، او الناس بتعمل كذا. اللي انت ما تقدرش تغيره في الناس غيره في نفسك. انا هفضل كويس وهفضل اتعامل بطريقتي مهما حصل. هو ده. متشكرين جدا يا الشيخ عبد الصمد. ده فعلا، بس احنا لازم نبقى واعيين لإيه الحاجة الحلوة اللي أخدها وأرمي منها الحاجة الوحشة. يعني الإلكترونيكس أنا لازم أبقى فاهمه دلوقتي، ولازم أفهم ال AI، ولازم أفهم كل جديد. لو أنا مش فاهم إزاي أتعامل مع ال AI هقع. فأنا لازم أخد من الحاجة اللي تفيدني، اللي أعرف أستخدمها في شغلي، أعرف أستخدمها في دراستي، هتسهل عليا حياتي. لكن ما ينفعش استخدمها بالشكل الغلط. زي برضو الكرتونز يا جماعة. الكرتون دلوقتي لو بصيتوا على الكرتون، فين أيام توم وجيري؟ والله يا جماعة توم وجيري ده كان قمر، كان قمر بالنسبة لي. واسمه ايه اللي بياكل السبانخ؟ يعني كنت بحب قوي السبانخ منه. آه باباي. فاكرين السبانخ؟ كنا بناكلها منه بقى، يعني هناكل السبانخ وايه ونقوم نجري. يلا يا ماما هنعمل سبانخ، واكل السبانخ واقوم اجري. دلوقتي اصلا الكرتون انتوا بتشوفوها كلهم للاسف الشديد يا اما بيضربوا بعض، يا اما للاسف الشديد كمان الكرتون بقوا يعني مبوظين يعني مبوظين العلاقة. مبوظين العلاقة الحقيقة يا جماعة. بيخلوا الولد يبوس الولد ويحب الولد، والبنت تحب البنت. ودي الفكرة طبعا برضو مش صح. لان هما بيفكروا في ايه؟ ان هما مش عايزين الناس تكتر، فمش عايزين انجاب ومش عايزين جواز. فايه اللي بيحصل عشان نبوظ الفكرة دي؟ نخلي الولد يحب الولد والبنت تحب البنت، فتبقى دي كوميونتي ودي كوميونتي. فنفضل كده عايشين ومحدش يتجوز حد، ولا دول يبصوا لدول ولا دول يبصوا لدول. فبوظنا العلاقة اللي ربنا أصلا خلقنا علشان الراجل والست يعيشوا مع بعض، نتعايش ونكمل ونعمل أسرة ونعمر الأرض. هم بيحاولوا إن احنا ما نعملش الفكرة دي. حتى في فيلم مش عايزة برضه أذكر اسمه، اللي هو نزل السنة اللي فاتت، اللي هو فيلم أجنبي وكسر الدنيا، اللي هو بيتكلم على آه، البنت اللي هي عملت كوميونيتي. معلش يا جماعة، بس ايه بيفيريفاي عشان يكمل معايا اللايف. اللي هي البنت اللي كانت عاملة كوميونيتي كلها بنات، وتحدت الراجل، والراجل كمان عمل كوميونيتي كله رجالة، فبقت دي كوميونيتي ستات ودي كوميونيتي رجالة، وكانوا بيتحدوا بعض. وان هما لا دول عايزين يتجوزوا مع دول ولا اي حاجة، دول بيحبوا بعض وخلاص، ودول بيحبوا بعض ومتعايشين. فوصلوا في الاخر ان هما ايه هيتعايشوا مع بعض كده، بغض النظر يعني. فلازم نفكر في الحاجات اللي انا بتفرج عليها. انا بكلمكم كتين ايجرز فاهمين ومستوعبين وشايفين ان انتوا كبار انف ان انتوا اللي تحددوا انا ايه المناسب ليا وايه الصح وايه الغلط. لو انت كبير انف ان انت تحدد، فلازم فعلا تبص على الحاجة واعرف عيوبها، ويا سيدي لو انت عايز تكمل في كده كمل، مفيش اي مشكلة خالص. ما هو ده قرار وانت اللي هيرجع لك انت، وتأثيره عليك انت مش على اي حد تاني خالص. يعني ايه والله انك خالص؟ انا خالص ايه يعني؟ مش عارفه انا ايه خالص.
مش عارفة يعني انك خالص دي خالص ايه يا ماجد. ف دي كانت حلقتي النهاردة، ان انا اتكلم فيها على الجيمز اللي احنا ممكن نلعبها، وفكرناكم بالجيمز القديمة بتاعتنا وقد ايه هي فعلا كانت حلوة. يا جماعة المصايف زمان كنا بناخد فيها الكورة ومضرب الراكت ومضرب البينج بول. كنا بنقعد نلعب الحاجات دي. الطيارة الورق اللي بنقعد نطيرها، دي كانت يا جماعة دي كانت رائعة رائعة، رغم انها حاجة هايفة بس بجد كانت جميلة جدا جدا، انك تقعد تعمل الطيارة الورق وتقعد تطيرها، وتبقى تعرف تعمل الكنترول عليها، وازاي تقاوم الهواء، والهواء جاي منين. بص كان فيها تفكير، كان فيها تفكير ازاي تطير الطيارة. اه ماشي اوكي. ميرسي قوي يا ماجد، تسلم والله. فيا ريت تدوروا على اللعب، بما ان احنا هندخل على اجازة نص السنة، ما نبقاش عشان اجازة نص السنة نفتح البلاي ستيشن للولاد ل 24 ساعة قاعدين بيلعبوها وما استفدناش اي حاجة ولا هم استفادوا اي حاجة. فيا ريت ندخل في اكتيفيتي، ان نخرج بره البيت ونعمل اكتيفيتي بره، نشوف الدنيا ونتفاعل مع الناس. مفيش اي مشكلة ان انت تنزل وتجرب وتروح وتقابل حد وتروح تجرب تشتري لوحدك وتجيب. ده في ناس مش عارفة تروح تتعامل مع السوبر ماركت تشتري. ما ينفعش، ما هو ده من قلة الاحتكاك مع البني ادمين. لازم احتك عشان حد يتخانق معايا انا اتخانق معاه، اعرف اعمل ايه، ارد عليه ازاي. مش هيجي يقوم قايل لي كلمه ابقى بعيط او مش عارفه ارد. مهم جدا التارجت بتاعنا بتاع الاجازه، ان انا اكتر السوشيال لايف الحقيقيه، ان انا اقابل بني ادمين اكتر، اتعامل مع بني ادمين اكتر، مش ارجع تاني العب الجيمز بس مع الالكترونيكس وبس. تمام. وميرسي قوي لكل اللي حضروا معايا النهارده اللايف، واتمنى ان انا اكون افدتكم وما اكونش طولت عليكم. وميرسي جدا لكل الناس، والناس اللي كانت بتحاول انها تدخل معايا as a co-host. انا بس مش فاهمه يعني ايه ايه co-host ده، ولا الجست ولا الحاجات دي. ف يا ريت ان شاء الله بقى في فيديو تاني كده اي حد يدخل كده يعلمني يقول لي، وانا آه، ابقى لما اعرف يعني ايه ابقى انا ادوس عليكم. تمام. مبسوطة جدا بيكم، وانا هسيبكم بقى عشان انا عندي فك وتركيب للارفف اللي انا قلت عايزة اعملها، و... ومحتاجة ان انا ميرسي قوي والله يا سيف، متشكرة جدا. جايبة النضارة منين؟ من بتاع النضارات، من محل بتاع النضارات. شفت ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، دخلت المحل جبت النضارة. مفيش اي حاجة جديدة عملتها، مفيش اختراع في الموضوع. اه والله يا سيف. طيب مبسوطة جدا بيكم ومتشكرة جدا، ولكل الناس اللي حضرت معايا النهاردة. بكرة ان شاء الله في لايف جامد جدا مع اتنين من احلى الكوتشز في العلاقات. اللايف بتاعي بكرة هيبقى الساعة 5، وتشرفوني جدا لو جيتوا، ونتعرف فيها على يعني ايه اللايف كوتش، وايه اللي حصل، وايه الكوتش العلاقات ده. وهم الكوتش عماد والكوتش ايمان، وهم متزوجين، فعايزين نعرف ايه مشاكل العلاقات وازاي العلاقات بتنجح. فيا ريت نوروني بكرة لكل اللي هيحضر ان شاء الله في لايف فظيع مع كوتش عماد وكوتش ايمان الساعة 5 بالظبط. فهندخل نتعرف على بعض، وهنسأل أسئلة قوية جدا، وهنكتشف بيها العلاقات بتمشي ازاي، صح او غلط،
و... واللي عايز يدخل يسأل على اي حاجة ينورنا. ميرسي قوي، ربنا يديك الصحة والعافية وربنا يكرمك. امين يا رب على عرفات، امين والله، ربنا يتقبل منك فعلا ال- الدعوة دي، والله نفسي والله اروح تاني يعني. ميرسي جدا. وزي ما قلت لكم ما تنسوش بكرة اللايف الساعة 5 مع كوتش عماد وكوتش ايمان، وهيبقى لايف فظيع. وكمان هنحتفل فيها بمناسبة 25 ديسمبر، في ناس أعياد ميلادها، وفي كمان الكريسماس. فانتظرونا بكرة. مع السلامة.